جو سويح، عمركم ما تشتروا هذول، عمركم في حياتكم. لما تيجوا هنا على شارع الاستقلال راح تلاقوا سيارات زي هذول فخمة تبع شرطة اسطنبول. هذول كانوا شرطة اسطنبول كانوا مسكوا عصابة أو مافيا، وبعدين المافيا هذه كان عندها كتير سيارات فخمة زي هذول، فمسكوها مسكوهم وحولوهم لسيارات شرطة. شو مشو؟ هيك كان جوزات çok güzel. فهذا الكارت تبعهم. وبالنسبة للباكجين وانت رايح مسافر فبيغلفوا لك اياه بالبلاستيك هذا عشان الطيارة، وبيشفطوا الهواء وبيعطوك الكيس هذا. مسكينة. زبون يعني كويت، قطر، دبي. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم تاني من شارع الاستقلال وجنب المسجد هنا وميدان تقسيم هو هذا. اليوم جايين على شارع الاستقلال، بس اليوم جاي عشان اشتري شوية بقلاوة حق واحد صديقي راح ابعتها له عشان العيد، فقلت ليش لا ما اشارك معاكم الفيديو وعرفكم برضو على سعر البقلاوة وعلى اسعار الحلويات التركية هنا. زي ما بتشوفوا خلفي القطار هذا الاحمر جاي عشان يشيل الناس. هذا القطار اللي بتكلم عليه دائما، يعني هنا يعني هذه المحطة تبع القطار، من هون بيركبوا الناس وزي ما قلنا بيستعملوا الاسطنبول كارد. فهذا هو اللي تكلمنا عليه، بيوديك لين آخر شارع الاستقلال. هيك يعني انت بتستعمل الاسطنبول كارد تبعك حق المواصلات وتركب من هنا يوديك لين آخر شارع الاستقلال. لما بتطلع تحط الكارت تبعك على الماكينة، في ماكينة هناك ما أدري وين الماكينة، من الناحية الثانية طلعت. زي ما تشوفوا أول ما تطلع في ماكينة هون بتحط عليها الكارت تبعك. اللي ما عنده لازم ينزل يشحنها من الجهاز اللي هناك. والحين لسه نحن في رمضان والناس زي ما بتشوفوا أكثر الناس هنا بتاكل، معظمهم اللي هنا سياح، يعني أكثر شيء سياح، وفي أتراك مش ما في أتراك، بس أكثر الناس اللي هنا إنهم سياح. فالأوضاع زي هيك بتشوفوا البرجر كينج مليان ناس قاعدة تاكل ولا حدا صايم. يعني اللي بيجي هنا بياخذ الأجر بتاع رمضان دبل. زي ما تشوفوا كله بياكل، كله. نحن راح نروح على شو اسمه حافظ مصطفى، هذا هو المشهور تبع البقلاوة. بس حافظ مصطفى هذا عنده كم فرع، راح اروح الفرع كده في شارع الاستقلال. فزي ما بتشوفوا هنا في عندهم محل وفي محلين اثنين جوا شارع الاستقلال، راح اروح اطلع لهم. فبالنسبة للأتراك، الناس الأتراك لما بيحبوا ياخذون بقلاوة فما بيروحوا على حافظ مصطفى، بيروحوا على محل في كراكوي، راح اخلي لكم صورته هنا فوق. يعني هو المشهور عند الأتراك. فالأتراك لما تكون عندهم مناسبة أو شيء، يعني عم بتكلم على الأتراك الراقيين مش الأتراك التعبانين، لأنه في بقلاوة تعبانة في كل اسطنبول، بس الأتراك الراقيين يعني بياخذوا بقلاوة من عند هذا اللي حطيت لكم صورته هنا، موجود في كراكوي. فبيقول لك هذا هو أحسن محل بقلاوة موجود في اسطنبول. بس السياح والأجانب دائما ما بياخذوا البقلاوة من عند حافظ مصطفى لأنه مشهور على السوشيال ميديا، يعني بس هيك عشان موضوع الشهرة وخلاص. الواحد لازمه البوكس الأحمر هذا ويكون فيه الصورة. وأنا صديقي برضه بده من هذا، بده حافظ مصطفى، لأنه هو ما بيعرف البراند الثاني، بيعرف بس حافظ مصطفى هو أحسن بقلاوة. إنه هو كمان سائح إجا هنا
سمع عن حافظ مصطفى. قلت له في موجود واحد تاني بس خفت يعني اودي له منه، وبعدين يقول لك لا والله حافظ مصطفى احسن ولا شيء. فقلت خلاص خلينا من بديش مشاكل، انا بديش وجع دماغ افضل اشرح له وكذا. فقلت على طول اجي اخذ له حلويات حافظ مصطفى وخلص نفسي وخلص روحي. فزي ما شفتوا هذا هو حافظ مصطفى، هذا الاسم وهذه الصورة. أنا راح أدخل هنا. زي ما بتشوفوا هنا المحل هذا موجود في أول شارع الاستقلال، وفي عنده كم محل تاني، ممكن في عنده محل تاني هناك شوية قدام، وهو جنب مطعم المدينة برضو بتاع الشيف براق المشهور برضو على السوشيال ميديا. يعني هدول الاثنين لاعبين على السوشيال ميديا. وهذا القطار لما بيعبي بيروح ياخذ الناس من هنا لغاية آخر شارع الاستقلال. وزي ما شفتوا حافظ مصطفى في عنده تراسات فوق، فاللي بده ياخذ برضو بقلاوة علشان يتذوق وياكل ياخذها ويطلع فوق. بالنسبة للحلويات اللي موجودة هنا، يعني عندهم حلويات زي هدول. هنا البقلاوة. هذول أنواع البقلاوة. في عندهم برضو شوكولاتة زي هذه، بيعون بوكسات شوكولاتة، ولما بتاخذ بقلاوة إذا بتسافر بيحطوها لك في البوكس هذا وبيسكروا عليها. هنا في عندهم أنواع شوكولاتة، هذا ممكن عسل شوكولاتة وأشياء. يعني المحل حلو الديزاين. هنا تركيش ديلايت، هذول تركيش ديلايت. راح أروح أسأل على سعر البقلاوة وارجع لكم. وإذا بدك تاخذ وتاكل فبتطلع فوق وبتاكل هنا. هذا بيركيلو كذا؟ كيلو karışık 1400. قول لي كيلو مخلط 1400 ليرة. bir kilo ev. ceviz karışık 1300. 1300 bu. Aha. Biraz fazla geliyor, yaklaşık 1400. Mesela bu kaç kilo bu? O 1,5 kilo. 1,5. 2 kilo var mı? Bir bu. Ha. Tamam. Bu 2 kilo ha? Tamam. Ne kadar? 3000 lira. 1500. Tamam, sıkıntı yok. قول لي هذا البوكس هذا 3000 ليرة، يعني تقريبا $100. تمام. Bu istiyorum. Bir tane istiyorum. Evet. Ama burada 2 kilo burada. Bu tamam. 1,5 pistachio. Fıstık. Yarım sade. Evet. Ceviz sarı burma, çiko fıstık baklava. Bu. Güzel bu. Sizle konuşuyorlar ya. Aynı ama fıstık var mı? Söz geliyor, ben sizi... Aynı bu fıstık var mı? Var. Tamam bu. راح قلت له ينوع لي evet bu. Tamam bu güzel. En güzel ben. Çok güzel. Tamam.
تمام. Tamam bu böyle gider mi bir sıra daha atayım mı? Yok pis fıstık. Bir tane fıstık. Tamam. Bak bu güzel, çok güzel. Tamam bu. Biraz ağır olmuş. Şunu şu. هيك كان güzel. Çok güzel. çok güzel çok güzel. شكرا جزيلا. هنا راح نشوف كم صار فيها من كيلو ولا شيء. شو 2 كيلو بالضبط. تمام 2700 ليرة بالنسبة للبوكس هذا. باكجين بيكون في الآخر. هون انت بعد الافطار تعال هنا ضيفك بقلاوه. شكرا. شكرا. بعد الافطار. قالوا لي حط الكارت تبعنا إذا حدا بده يجي، فهذا الكارت تبعكم. قالوا لي إذا بدك تشرب قهوة بعد الإفطار تعال نضيفك، فهذا الكارت تبعهم. وبالنسبة للباكجين وانت رايح مسافر فبيغلفوا لك إياه بالبلاستيك هذا عشان الطيارة، وبيشفطوا الهواء وبيعطوك الكيس هذا. يعني هيك يعني. والسعر تقريبا 2 كيلو طلع 2500 2600 ليرة. فانت لا تخلي السعر عندك بالليرة، احفظه بالدولار. يعني تقريبا بالنسبة لسعر 2 كيلو تقريبا 80 دولار، يعني هي 2600 ليرة. ف 2600 ليرة الحين 80 دولار. ممكن بعدين فتيجي انت تحب يعني تاخذ بالليرة، فالسعر بالدولار. احفظ السعر بالدولار، يعني 2 كيلو سعرها 80 دولار. وهيك كانت تجربتنا مع حافظ مصطفى. المحل هو هذا، الحلويات عنده بالشاهي. كان بده يعطيني شوية بقلاوة فقلت له صايم. الكارت تبعهم هي هذه، موجود في شارع الاستقلال، في عندهم فرعين. فإن شاء الله أروح تاني أطلع من هنا وأواصل معاكم الفيديو. وهيك طلعنا من حافظ مصطفى وراح أروح برضو على محل يبيع ريحة. راح أخذ ريحة الحدا برضو من العيلة. فهيك يعني هاي أجواء العيد، لأنه هذه نازلة على البلد، فراح أودي معاها ريحة كهدية. فراح أشارك معاكم برضو. هاي الريحة موجودة عندي. هذا الحرامي قاعد يبيع ينصب على الناس. زي ما قلنا لكم هنا سيارات الشرطة اللي بتفوت، غيرها ما حد بيفوت. وزي ما بتشوفوا شارع الاستقلال مليان معبي على الآخر، إنه الجو حلو وكويس. أنا بس أخذ الحلويات هذه. هاي موجود حافظ مصطفى، موجود في إيمينونو، موجود في كثير أماكن في إسطنبول. ممكن موجود في شيشلي، موجود في شارع الاستقلال. ممكن في شارع الاستقلال في 3 أو 4 محلات تبع حافظ مصطفى. وهيك يعني. الحين أنا رايح أدور على محل يبيعون ريحة براند تركي، برضو راح أشتري منه ريحة. في قصتها إنه في عندي حدا من العيلة بيعيش في بلجيكا، والريحة هدول كانوا فاتحين فرع في بلجيكا، وكان اشتروا من عندهم ريحة وعجبتهم الريحة. فيوم رجعوا على نفس الفرع تبعهم لقوهم سكروا الفرع. فالحين قالوا لي إنه الريحة هذه أصلها تركي، هل موجودة عندك؟ فقلت لهم إيه موجودة. فراح أخذ لهم الريحة اللي بدهم إياها وأبعتها. اليوم تمشى شوية هنا، ما أدري والله البوكس هذا حشيله في إيش. وزي ما بتشوفوا هذا شارع الاستقلال،
أجواء عادية جدا هنا، ما بتحس برمضان نهائيا. كله فاطر، كله عامل مكياج، كله معري الركب، كله بياكل آيس كريم. وهذه الريحة اللي بدي إياها، اسمها D&P perfume، وراح أدخل عندهم وأعطيهم السيريال نمبر تبع الريحة اللي أخذوا هم من بلجيكا ويعطوني نفسها من هنا. هذه الريحة، هذه الريحة اللي بدور عليها، هي هذه. يعني كان عندهم فرع في بلجيكا أخذنا منهم، وبدي أخذ منهم واحدة ثانية. خلوكم معانا. السلام عليكم. Nasılsın? İyi. Tamam. Abi ben Oturuyoruz. bir Sen gelmişsin geçen biliyorum ya. ha? Before. Ha. Tamam. Arabi. 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 Bir dakika. Ben istiyorum aynı bu. Cover. Lazım kim? Ama kim? Number, code. Number B6. B6. Bu. He tamam. B6 ha. Woman. Okay. For woman. He tamam. Bu var. B6. Mesai. Bir de şu geldi. Bu da asli. Alkol maafi yani. Bu da nisai meşhur. Nakarat. Arabik yani Kuveyt, Katar, Dubai. Bu da asli. Ma alkol yani. Free alkol. Orijinal 15,000 lira. 15,000 lira. İstinyamol. Balman. You know? Beymen. Bilmeyin. هذا bu da asli 55 ml مع الكل بدون الكحول. O da 1100 lira. 1100. 1100 lira. Ama ahla şey. Bu da bu da Formen. Bu da kampanya Louis Vuitton. One free offer. One free. ما فهمت الحين. وده اسمهان ديور. Louis Vuitton. هذا بكم؟ one free. واحد 1650. واحد تفري اثنين. 1650. اما كامباني اوفر bak. Bukra بعدين خلاص. اثنين بكم؟ نورمالي işte 1100 55 ديسكاونت يعني one free. هو الكل تركيبات. بس هذا نفس هذا. نفسه اكيد. هذا نفسه. الكل تركيب يعني تقليد مو اصلي. نفسه. أنا أريد بس هذا. أنا ما في، أنا صديق يريد نفس هذا. تمام. B6 بعت لي قال لي. هو تمام. هذا بكم هذا؟ 1650. 1650 لا. بلاش يعني. بلاش. لا بدي بس هذا أنا. تمام بو؟ Yok bu. Yok. Sadece bu iş. Bir tane. Kampanya var ha, 2 tane al. Kampanya var. Kampanya ne kadar? Deodorant var bir de bu. Yani kampanya var. Bu var. 140. 240. 240. Atır cisim. İki tane 240. Evet. وهذا بكم أبو لي كده؟ O 550, 550. Bu 140 2 tane. 140. Total yani sana 690. Komple. Böyle al. Öbür türlü bak problem offer. 690. اسمع أنا هذا ما بدي هذا. No need. أنا only this gift for my friend. Merhaba hoş geldiniz. Sorry ha. Only this one بس فقط. Thank you. تشكر لك. Lazım bag? Bag. Yeah, give me a small bag. Yeah. Karton, araba. Nerede habibi? شكرا. Kart ha? كارت. 550 dinar. $550. Okey dolar. خذ دولار انت. ريال. ما في ريال بنت الكويت ترك بو. تركيش بانكاسي. Sen مسكينة. زبون يعني كويت. زبون قطر. ما شاء الله. دبي. كازابلانكا. ايوه تمام. شكرا جزيلا. زوينة اخويا.
هيك زي ما بتشوفوا أخذت الريحة تقريبا كان سعرها 550 ليرة، 20 أقل من 20 دولار. وبالنسبة للبقلاوة كان سعرها 2600 ليرة تقريبا ممكن نقول 50 60 70 دولار، 70 80 دولار يعني هيك، يعني 70 80 دولار. انت دائما احفظ الارقام بالدولار، لانه بالليرة ممكن اليوم سعر ال 2 كيلو 2500، ممكن بكرة سعر ال 2 كيلو 5000 ليرة، وعلى حسب الليرة والدولار، يعني إذا طلع بيطلع، إذا نزل بينزل. وهيك أجواء شارع الاستقلال مليان مكتظ على الآخر زي ما بتشوفوا. قدام برضو مليان على الآخر. خلاص هيك كان الفيديو تبع اليوم. كنت رايح اشتري الأغراض هذه وقلت ليش لا ما أشارك معكم يعني أسعار البقلاوة والأشياء هذه. وإن شاء الله بعد رمضان راح أروح برضه على مطاعم وكذا أشارك معاكم شوية الأسعار. الحين رمضان يعني الواحد يعني صايم بالليل، يعني ما في طلوع، يعني الواحد يكون تعبان بيروح ينام وكذا يرتاح. فهيك شارع الاستقلال هو هذا. ناس أكتر شيء مش صايمة زي ما بتشوفوا، الناس بتاكل تشرب. صعب على الواحد يجي هنا وهو صايم. بس بعد رمضان إن شاء الله راح نيجي نجرب كل المطاعم ونجرب كل الأشياء اللي هنا، نكون فاطرين. بديش أخويا ما بديش خلاص. هذا شارع الاستقلال زي ما بتشوفوا مليان. الحين جو سويحة، عمركم ما تشتروا هذول، عمركم في حياتكم. فيها السيري، سيري نمبر from سعودية. عليكم السلام. 30 30 دولار. لا 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 ما عندي كاش، والله ما عندي كاش، بس كارد. عندي بس الكارد، والله عندي بس الكارد. عندك كارد، عندك كل شيء. واخي والله ما بديش، لسه اشتريت واحدة من دي ان بي. شوف اشتريت من دي ان بي. شوف 52 فيه كويس. والله اشتريت من دي ان بي. هذول عمركم ما تشتريهم، حتى لو اعطاك بدولار واحد ما تشتريها. الريحة هذه مضروبة، يعني زي ما تقول هيك بتشتري ازازة مية تعمل لها الريحة، تحط صوت يعني تضرب الحين بالريحة تبعها، تروح خطوتين ما بتشمها تاني خلاص. فأنا بنصحكم ما تشتروها بالمرة. فالريحة هذه زي ما قلنا تعبانة ومضروبة. وفي كتير نصابين بيقولوا لك إنه أخويا مش شغال في الديوتي فري، ويعني وجاي يعني جاء على هنا وجايب لي معاه الريحة هذه وأنا بدي أبيعها. فلا تصدقوا هذا الكلام، كلهم كذابين ونصابين وحرامية. بيقول لك ريحة مضروبة، يقولوا لك إنها أوريجينال وأصلية. خلوا بالكم، لا تشتروا الأشياء هذه. وخلاص على هيك بنكونوا خلص الفيديو هنا. وهذا هو يعني شارع الاستقلال في آخره. هنا برضو إن شاء الله بعدين راح نتكلم على الفنادق. هنا مثلا سوفيتيل، الناس اللي معها فلوس ممكن تحجز في سوفيتيل إذا بدها تقعد قريب على شارع الاستقلال. إن شاء الله راح نوريكم فنادق تانية 5 و4 نجوم، اللي بده يحجز فيهم يكون عارف المكان وين موجود. هذول برضو بيستنوا القطر الأحمر. وهذا ميدان تقسيم، وهنا مسجد تقسيم. وراح نخليكم ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم.
إن شاء الله اليوم أخذنا الأغراض هذه، إن شاء الله المرة الجاية نشوفكم من منطقة تانية وتجربة تانية وهيك يعني. خلوا لنا لايك، سبسكرايب، اشتركوا في القناة. مع السلامة.